أهلا بكم مجددا في قناتنا. اليوم سنتعرف على وزير الصناعة الجديد في الجزائر سيف غريب. هو من سيخلف علي عون في هذا المنصب. إذن، من هو سيف غريب؟ سيف غريب شخصية بارزة في المشهد الاقتصادي والسياسي في الجزائر. ولد عام 1933، يبلغ من العمر 50 عاما، ونشأ في بيئة محفزة فكريا، مما ساهم في تشكيل مسيرته المهنية الطموحة. يحمل شهادة عالية في الاقتصاد أو الإدارة الصناعية، وتلقى تدريبا عاليا في المجالات المتعلقة بالصناعة. قبل توليه منصب وزير الصناعة، شغل غريب عدة مناصب هامة. كان مديرا عاما لإحدى الشركات الوطنية الكبرى، ومسؤولا كبيرا في وزارة الصناعة، ومستشارا اقتصاديا في مشاريع التنمية الوطنية. هذه الأدوار أكسبته خبرة عميقة في الصناعة والإدارة المؤسسية. لماذا تم تعيينه خلفا لعلي عون؟ مؤخرا شهدت وزارة الصناعة تغييرات كبيرة تهدف إلى تعزيز الأداء وإعادة هيكلة القطاع. تم اختيار غريب لكفاءته وخبرته، مع توقعات عالية برؤيته لتنشيط الصناعة المحلية. لكن ما هي التحديات التي تنتظره؟ أولاً، تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي. ثانياً، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة سياسات مشجعة للمستثمرين. ثالثاً، إعادة هيكلة الشركات الوطنية التي تعاني من صعوبات إدارية ومالية. وأخيراً، تعزيز التنمية المستدامة التي تتوافق مع المعايير البيئية العالمية. تشمل رؤية سيف غريب للصناعة في الجزائر تعزيز قطاعات التصنيع التي تضيف قيمة للاقتصاد، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. بينما يتطلع الجزائريون إلى عهد جديد بقيادة غريب، هل سيلبي توقعاتهم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد من تحليلات وتحديثات. إلى اللقاء.